السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ صباحكم مشرق بنور الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد في كل نفس ووقت وحين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ايه رأيكم في الجمال ده يا حبايبي؟ ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. بقالي كام يوم ما نزلتش فيديوهات. الله يسعدكم يا حبايبي، وبتشكر لكل اخواتي وحبايبي اللي سألوا عليا. ربنا يسعدكم يا حبايبي يا رب. تعالوا نعمل البسكوت الجميل اللي شفناه سوا ده. حاجة كده ايه، فاخر من الآخر. طعم وريحة اللهم بارك. حاجة كده ايه تعلي المزاج فعلا. هنا حبايبي حطيت معلقة سمنة وحوالي نص كوباية سكر بودر، وهدوب كده ايه السمنة في السكر. احنا عارفين بقى الدنيا ساقعة، فالسمنة جامدة شوية. هفكها كده بأقل من نص كوباية زيت، يبقى المادة الدهنية حبايبي معلقة سمنة على أقل من نص كوباية زيت كده ايه، حاجة بسيطة حوالي معلقة. واقوم مدوباهم كده حبايبي مع نص كوبايه السكر. اما يدوبوا كده ايه بالمضرب اليد، مش هنشغل لا خلاط ولا مضرب كهرباء ولا اي حاجه. حاجه كده ايه على السريع نحلي، وفي نفس الوقت ايه ما نطلعش ولا مواعين ولا نجهد نفسنا. هنا حطيت يا حبايبي بيضه بمعلقه صغيره كده من الفانيليا السايله. ما عندك السايله حطي فانيليا بودر عادي حبيبتي. وندوبهم كده جامد على قد ايه ما نقدر، بحيث نخلط البيض بالسكر بالسمنة بالزيت كلهم كده ايه يبقوا مزيج واحد على قد ما نقدر. ونضيف هنا بقى حبايبي ايه كوبايتين دقيق، عليهم معلقة نشا، عليهم معلقة صغيرة من البيكنج باودر، عليهم رشة ملح. لو ما عندكش اللهم صل على سيدنا محمد نشا، حطي معلقة اللي هي الكاستر. اللي هي متوفر عندك فضل ونعم، مش متوفر لا نشا ولا كاستر استغني عنها. بس هي بتدي قرمشة للبسكوتة مع نعومة في نفس الوقت. يعني شايفة المزيج المتكانس ده؟ سبحان الله. الله عز وجل والدوام لله. الله أكبر. الله بشر ونشمت رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هنا حبايبي زي ما انتوا شايفين، هنا بقى اضيف بقى الدقيق يا حبايبي. ما ننساش طبعا رشة الملح ولا معلقة البيكنج باودر الصغيرة. ونقوم جايين ايه نازلين ببقية كده يا حبايبي الدقيق اللهم بارك.